السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفات حمزة للطبخ. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. وصفتنا لنهار اليوم هي حريرة رمضان. جبتها لكم على طريقتي، صدقوني تجي بزاف بنينه. جبتها لكم بمقادير بسيطة، ان شاء الله كامل تجربوها وعلى بالي راح تعجبكم. كملوا الفيديو للاخير حبيباتي، ما تنسونيش بهذيك الجيم في لا فيديو خواتاتي. واذا كنتي حبيبتي اول مرة تشاهدي قناتي نقول لك اشتركي في القناة، فعلي زر الجرس هكا باش يوصلك كل الجديد ان شاء الله. نروحوا نتعرفوا على طريقة التحضير. أول حاجة بسم الله، نجيب كيكوطة ندير فيها حوالي 3 مغارف كبار نتاع الزيت. نخلي الزيت يسخن مليح وندير عليه نص فخد نتاع الدجاج. نقلي هذاك الدجاج مليح. كي نشوف الدجاج تقلى مليح ندير عليه حبة بصل تكون كبيرة اللي كنت قطعتها على شكل مربعات كبار ونخلط. دايما كي نقلو البصل مع الدجاج مليح تجي الماكلة بنينة. نزيد 4 فصوص نتاع الثوم يكونوا كبار، ونخلي هذاك البصل والدجاج والثوم يتقلاو مليح، لازم تخلوهم يتقلاو مليح. وندير عليهم شويه نتاع الملح. هنا كي يتقلى معايا البصل مليح مع الثوم نزيد عليهم حبه نتاع الطوماطيس تكون كبيره نقطعها مربعات كبار، مع 4 حبات نتاع زروديه يكونوا متوسطين ونخلط. ومن بعد نزيد عليهم حبه نتاع البطاطا تكون صغيره، مع حبة نتاع الكورجات تكون متوسطة اللي كنت قطعتهم على شكل مربعات، ونديرهم يتقلاو. ونزيد عليهم حبيبات نتاع الحمص، ندير حوالي هكا حفنة كما شفتوا ونخلط. ونزيد مغرفة كبيرة نتاع الطماطيس مصبرة ونخلط. ونخلي ديك الخضرة مع الطماطيس لازم يتقلاو مليح. كي تقلات معايا كامل هذيك الخضره ندير عليها نص كاس نتاع الماء يكون سخون يغلي، وندير وريقه نتاع الرند مع نص ربطه نتاع الحشيش اللي كنت غسلته ونخلط. وندير مغرف صغيره فلفل اسود مع مغرف صغيره فلفل احمر مع مغرف صغيره كركب ومغرف صغيره زنجبيل ومغرف صغيره قرفه. ونخلط ونخلي هادوك التوابل يتقلاو مليح. ومن بعد كي نشوف هذاك الماء نشف وكل شيء يتقلى معانا نمرق بالماء يكون سخون يغلي كما شفتوا. نغطي كامل هذيك الخضره، نزيد عليهم وريقه نتاع الكرافس انا كنت دايرتها في الكونجيلاتير. من بعد كي نشوف الماء بدا يغلي نجيب التيشه نديرها في غرفيه، ندير 5 مغارف كبار نتاع التيشه. وهنا التيشه ديروا على حساب المرقه تاعكم، على حساب ما تمرقوا. انا درت 5 مغارف كبار نغسلها مليح. كي نغسلها نديرها مع المرقه. ونزيد عليهم حبه نتاع الجombo، وهنا الجombo تقدروا ديروا تقدروا ما ديروش. ونبلع عليها ونخليها طيب على نار متوسطة، خلوها حوالي 20 دقيقة قيس ما طيب لكم ديك الخضرة. هنا كي طابت كامل ديك الخضرة والتيشة نقلع داك الحشيش مع الوريقة نتاع الرند، ونقلع هذاك الدجاج نديره على جهة، ونجيب الرحى ونبدا نطحن في ديك الخضره. وهنا كاين اللي ميكسيها بالبرا ميكسير، انا نبغي نطحنها في هذا الرحى، نطحن كامل ديك الخضره كما شفتوا. طحنت كامل ديك الخضره. هنا كي طحنتها كامل شوفوا خواتاتي جات بسم الله ما شاء الله. نرجعها على النار، ومن جهه اخرى نجيب غرفيه ندير فيها شويه نتاع الماء عادي بارد، وندير عليها مغرف فرينة. نحل هذيك الفرينة في داك الماء مليح. وهنا لكم الاختيار، تبغوا ديروا الفرينة تبغوا ما ديروش. انا من داك ندير ومن داك ما نديرش. من بعد كي نشوف ديك الحريرة راهي بدات تغلي ندير عليها ديك الفرينة ونخلط. ونزيد عليها التوابل اللي يزيدوها بنة على بنة.
ديري عليها نص مغرفة صغيرة فلفل أسود مع مغرف صغيرة كروية ونص مغرف صغيرة كمون مع مغرفة صغيرة راس الحانوت نتاع الحريرة ومغرف صغيرة زريعة البسباس وحبة حلاوة يكونوا مطحونين، أنا مخلطتهم في رحبة، ومغرفة صغيرة زعترة مطحونة تاني، ونخلط ونخليهم يغلوا حوالي دقيقة ونطفي عليها. وهنا صايرة هي طابت نطفي عليها. الحليلة تاعنا بعد ما طابت درتها في صحن التقديم، رشيت عليها شوية نتاع الحشيش، جات تشهي شهيتكم في الجنة خواتاتي العزاز، والله غير جات بنينة بنينة بزاف. نتمنى كامل تجربوها، على بالي راح تجربوها وراح تعجبكم وراح تعتمدوها في شهر رمضان الكريم ان شاء الله. وصفة سهلة وبزاف بنينة كيما شفتوا، جات ماهي خفيفة ماهي تقيلة، انا نبغيها تكون ماهي خفيفة ماهي تقيلة، واللي تبغيها خفيفة تنقص من تشيشة. ان شاء الله الوصفة نتاع اليوم نالت اعجابكم، اذا عجبتكم ما تنساونيش بهذيك الجيم والاشتراك فضلا وليس امرا. ربي يفرحكم اخواتاتي العزاز، وتبارطاجوا الفيديو مع اصدقائكم باه الفيديو يطلع على مشاهدة. ربي يحفظكم، وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. ما عليا غير نقولكم تهلاو في رواحكم، نتلاقاو في وصفات اخرى ان شاء الله. مع السلامة.